السلام عليكم ومرحبا بكم اخواتي فيديو جديد على قناتكم حلويات كوكتيلا. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم عصير الحامض اولا الليمون اللي كيجي رائع منعش. هو اللي يصلح في هذا الصهد، كيجي رائع لذيذ ما تشبعوش منه بطريقه اللي سهله بسيطه، ما فيش كثره مكونات، ما فيش شي تعقيدات. كيتحضر معنا يعني بكل سرعه، وحتى المكونات يعني اقتصادية. فتبعوا معي أخواتي الفيديو من الأول حتى الأخير باش تعرفوا على جميع المراحل وأيضا على الطريقة. وكيف العادة إلا عجبكم اقتراح اليوم ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم فقط للتشجيع فضلا وليس أمرا، والبارطاج باش تعم فائدة للجميع. ونخليكم مع تتمة الفيديو. كيف العادة كنتمنى لكم فرجة ممتعة. فعلى بركة الله غادي نبدا معكم في طريقة التحضير. هنا عندي واحد الكاسرون غادي نوضع فيها كاس ديال الحليب البارد بطبيعة الحال. غادي نزيد هنايا عندي الفلان ديال ايديال بالنكهة ديال الفاني. نتوما الا ما كانش عندكم متوفر هاد الماركة هادي ممكن تعوضوه بالفلان العادي ديال الشينوا اللي كيتباع بدرهم في المحلات. يعني يا اما هذا يا اما الفلان ديال الشينوا كيف قلت لكم اللي كيتباع بدرهم بحال. غادي نفرغو هنايا على الحليب ديالي بالكامل. وهنايا هاد الكاس ديال السكر غادي نضيف منه غير 2 معالق فقط، 2 معالق كبار. وغادي نخلط مزيان الكل على البارد حتى كينسجم ليا الفلون مع الحليب مع السكر. وكنرد الكاسرونه ديالي فوق النار اللي كتكون مهيله، ما كتكونش مجهده بزاف، حتى كيبدا يغلى ليا الحليب. فراه ما كياخذش واحد الوقت كتير لان واضعين غير كاس فقط واحد. يعني غير تحسوا غير تلاحظوا ان صافي بدا كيغلى ليكم، بدا كيعمل فقاعات، كنزولهم فوق النار وكندوز هنا مباشره كنفرغوا في واحد السليفه اولا شي اناء وكنخليه على جنب كياخذ ليا درجه حراره المطبخ. غير كيدفى هكا واحد شويه، ما يبقاش هكا سخون، وكندخلو للثلاجه حتى كيعقد ليا الفلان ديالي. وهنا في هذا الاثناء بيد ما الفلون يجمد كناخذ واحد السليفه اللي كتكون شويه كبيره، وهنا كناخذ 2 حامضات بعد ما تنكون غسلتهم. وكناخذ الحكاكه، كناخذ الجهه الرقيقه، وكنحك الليمون ديالي. فقط كناخذ غير ديك القشره الفوقانيه اللي كتكون باللون الاصفر، ما كنوصلوش للقشره البيضاء باش ما كتلقش لنا المروره في العصير. فكيف ما كتلاحظوا في الصوره فقط كنحك غير ديك القشره الفوقانيه، لان الا حكيتو ديك القشره البيضاء راه كتلق لينا المروره في العصير وما كيجيش المذاق ديالو زوين. صافي هنا من بعد ما كملت من الاولى كندوز للثانيه حتى هي كنقشرها بنفس الطريقه حتى كناخذ ديك القشره الصفراء. وهنايا من بعد ما ساليت صافي كنتحصل على قشور الليمون. هنا غادي نضيف داك الكاس ديال السكر. هنا راه تقريبا عندي كاس الا ربع من السكر. بالنسبه للحلاوه راه الكاس ديال كاس الا ربع راه كيجي هو هذاك، ما كيجيش العصير حلو بزاف وما كيجيش يعني بسوس. نتوما راه كنتو كتبغيو الحلاوه بزاف ممكن تزيدوا. وكنبقى كنحرك مزيان هاد السكر مع قشور الحامض، كنمعك مزيان هكا بواحد السباتولا اولا شي ملعقه خشبيه هكا مزيان السكر مع قشور الحامض مع بعضياتهم. صافي وهنا غادي ناخذ واحد الخشيبه فاش غادي نقشر هاد الحامضات ديالي. كنزول ليهم القشره ديالهم بهذه الطريقه، يعني كنقيهم مزيان، كنحاول هكا باش كنحيد حتى داك الخيوط البويض. بالنسبه لي انا هنايا علاش وضعت 2 ليمونات لان عندي الليمون بحجم صغير. نتوما الا كان عندكم الليمون كبير فغادي تضيفوا غير حبه واحده. صافي غادي نستمر هكا، غادي نقي مزيان. كيف كتلاحظوا راني كنزول حتى ديك القشره البيضاء وحتى ديك الخيوطه باش ما كيمرروش لينا العصير. صافي وغادي ندوز للثانيه حتى هي غادي نقيها بنفس الطريقه. انا هنا غادي نقي ولي نرجع معكم باش ما نطولش عليكم الفيديو. هنا من بعد ما نقيت الحامضات ديالي بجوج غادي ندوز هنا باش غادي نقطعهم هكا على شكل دوائر، وايضا غادي نقطعهم عاوتاني على شكل مربعات. كنحاول هنا باش كنحلهم مزيان، يعني كنفلحهم وكنفليهم هكا لا فيهم داك العظم، يعني كنحاولوا هكا ما نراقبهم مزيان باش ديك العظومه ما تيبقاوش نهائيا، لان لا بقاو لنا في الحامض ديالنا كيطلقوا لنا المروره في العصير وما كيجيش نهائيا زوين. باش انا هكا كنقطعو مزيان وكنحاول هكا باش كنحل الحبات ديالي كاملين، الا كان شي عظم كنزولوه. صافي وهنا من بعد ما قطعت الحامضات ديالي بجوج كناخذ هنا الكاس ديال الخلاط وغادي نوضع فيه القطع ديال الحامض
اللي قطعت معكم. غادي نزيد داك السكر مع القشور الحامض اللي حركت قبيله. وهنايا غادي نضيف الفلان ديالي بعد ما تيكون عقاد. كيف قلت لكم راه ما تياخذش واحد الوقت اللي كثير، لانه وضعين فقط غير كاس ديال الحليب، راه كيجمد يعني بسرعه. وهنا غادي نضيف نصف لتر من الماء اللي تيكون بارد. هنا في الاول غادي نضيف فقط غير نص سيترون، وغادي نطحن الكل. كنطحنو مزيان مزيان صافي. نتوما الا كان عندكم الميكسور فراه ما تحتاجوش نهائيا الكاس ديال الخلاط، غادي تخلطوا فقط غير في الزليفه ديالكم. يعني الميكسور راه حتى هي كطرب مزيان. وهنايا من بعد ما طحنت العصير ديالي كندوز هنا باش كناخذ واحد الصفايه، وكنحاول هنا باش كنصفيه مزيان من دوك الشوائب، يعني غير باش كيبقى ليا داك العصير مصفي ناضي، ما كيبقاوش فيه نهائيا داك هكا ديك لا بقات شي هكا دوك الشوائب اولا القشور ديال الحامض. هنا من بعد ما تحصلت على العصير ديالي كيف كتلاحظوا ما كيجيوش نهائيا فيه دوك الشوائب، يعني كيجي مصفي واللون ديالو زوين. هنا في المرحله بغيتو تخليوه غير هكا، خليوه يعني بلا ما تضيفوا له الماء. بغيتو تزيدوا الماء زيدوا، يعني على حسب الرغبه ديالكم. انا هنايا غادي نضيف واحد نص سيترون، يعني غادي نزيد نصف لتر واحد اخر ديال الماء اللي تيكون بارد بطبيعه الحال. صافي وغادي نحرك مزيان، تيكون هذا هو القوام ديالو. ما كيجيش خفيف، يعني كيجي هو هذاك في المذاق. وهنا كندوز باش كنعمر القرعات ديالي. هنايا كيف ما كتشاهدوا راني عمرت القرعه الاولى، وغادي ندوز هنا نعمر القرعه الثانيه. ما شاء الله الكميه كنتحصلوا على كميه اللي هي كثيره. وهنايا غادي نحاول هنا باش نفرق قدامكم العصير في هكا في الكيسان باش تشوفوا القوام ديالو واللون ديالو كي كيجي. فعلا كيجي رائع رائع بزاف ولذيذ منعش، هو اللي يصلح في هذه الحراره هذه. رائع بزاف ما تشبعوش منه. لذيذ بزاف. خصوصا الا قدمتوه هكا بارد، يعني طحنوه وخليوه في الثلاجه يزيد يبرد مزيان. كيف كتعرفون العصير كيبغي يتقدم هو بارد. هنا كيف كتلاحظوا هذا هو الشكل النهائي ديالو، كيجي فعلا رائع. وكيف لاحظتوا مكونات ساهله فقط غير بالحامض. يعني ما ضفنا لا تفاح لا حتى شي حاجه، فقط غير بالحامض كنتحصلوا على العصير اللي كيجي لذيذ بزاف ورائع. لا في الشكل ديالو كيف كتلاحظوا اللون ديالو كيجي زوين ما شاء الله، وحتى المذاق كيجي ما تشبعوش منه رائع. كنتمنى اخواتي ان اقتراح اليوم ينال اعجابكم وتجربوه وتردوا عليا في التعليق. انا متاكده الا جربتوه غيعجبكم بزاف وما غيبقاش يخطاكم في هذا الصيد، هو اللي غيبرد عليكم احسن ما تشريو المناضه هكا من الصنقه. وكيف العاده خليت لكم الراحه، وملتقانا ان شاء الله فيديو جديد مع اقتراح جديد. دمتم في رعايه الله وحفظه والى اللقاء.